سر من أسرار عرفتها بالصدفة، ويا ريتني ما كنت عرفتها. اللي حصل معايا بدأ بحاجة ما كانش ليها أي أهمية. موبايل قديم كنت سايبه في درج من سنين، وأنا بنظف لقيته وقلت أشغله أشوف عليه إيه. الموبايل فتح بالعافية والبطارية كانت بتموت. دخلت على التسجيلات لقيت تسجيل مش فاكر إني عملته، اسمه 01. ضغطت تشغيل. في الأول كان صمت، وبعدين سمعت صوت نفسي. كنت بتكلم بصوت واطي كأني خايف. الغريب إني مش فاكر اليوم ده خالص. الصوت كان بيقول: لو حد سمع التسجيل ده يبقى أنا كنت نايم. هنا وقفت التسجيل، قلبي دق بسرعة. رجعت شغلته تاني. الصوت كمل وقال: في حد بيخش الأوضة وأنا نايم. ضحكت وقلت أكيد بهزر أو كنت بحلم. بس بعد ثواني سمعت صوت تاني، مش صوتي، نفس تقيل وخطوات قريبة من الموبايل. وبعدين الصوت قال: هو سمعنا. قفلت التسجيل، ايدي كانت بتترعش. بصيت على تاريخ التسجيل، كان متسجل في يوم انا فاكره كويس. اليوم ده كنت نايم لوحدي ومقفل الأوضة. رجعت فتحت التسجيل وانا قلبي في رجلي. الصوت المجهول قال: سيبه، هو مش هيحس بحاجة. وساعتها سمعت صوت الموبايل وهو بيتحط جنب السرير. التسجيل وقف. قعدت ساكت مش قادر أفكر. السؤال اللي فضل في دماغي: مين كان في الأوضة؟ ومين اللي سجل ده؟ ومن ساعتها وأنا متأكد إن في أسرار لو انكشفت بالصدفة بتسيب أثر ما بيروحش.